السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بتمام الصحة والعافية إن شاء الله. قبل ما نبداو الفيديو نصليو على الحبيب عليه الصلاة والسلام. الاقتراح ديال اليوم إن شاء الله كيك رولي على شكل جذع شجرة. كيجي الصراحة زوين، كيجي هش وبمقادير بساطين. أول مرة غادي نشاركو معكم في القناة، كنت وجدتو قلت علاش لا ما نشاركوش معكم. نمشيو إن شاء الله المقادير وطريقة التحضير. بسم الله، نبداو على بركه الله. عندي هنايا 4 ديال البيضات خديتهم، فصلت الابيض البيض على الاصفر. هنا عندي 4 ديال الابيض البيض. ضفت رشه ديال الملح ونص ساشيه تاع الفاني. غادي نضيف 3 المعالق كبار عامرين من سكر حبيبات. في المجموع 6 ديال المعالق، غادي نضيف 3 في ابيض البيض و3 في الاصفر. هنا غادي نجيب طراب كهربائي. هنا درتو غير على واحد. من بعد غادي نزيد في السرعه. هنا راه كتبقاو تطربوا فيه مزيان حتى يولي مورانغ. هنا كيف ما شفتوا معايا كيولي بهذا الشكل هذا. واخا تقلبوا الاناء ما كيتقلبش. ها كيف ما شفتوا معايا تيكون شاد في راسو. هنايا غادي نجيب ندي هنايا 4 ديال الاصفر ديال البيض. غادي نضيف 3 المعالق كبار عامرين ديال السكر حبيبات. كيف ما قلت لكم في المجموع 6 ديال المعالق. غادي نطرب الاصفر مع السكر. من بعد غادي نضيف المقادير. هنا راه كتجي زوينه، كتجي داك لي جينواز، كتجي خفيفه واخا ما فيهاش الخميره. كتجي بحال الريشه. كتجي الصراحه زوينه واخا فيها الخدمه شويه في الابيض البيض، كياخد شويه الخدمه باش كيطلع. هنايا غادي نضيف 6 ديال المعالق الزيت. هنا ضفت 6 ديال المعالق كبار عامرين ديال الزيت بنفس المعلقه باش عبرت السكر، عبرت الزيت. غادي نطرب حتى يتجانسوا لي مقادير. من بعد غادي نضيف 6 ديال المعالق كبار عامرين ديال الماء. هنا من بعد غادي نحيد الطراب الكهربائي. غادي نجيب طراب يدوي باش غادي نكمل. غادي نضيف 2 معالق كبار ديال الكاكاو. هنا من الاحسن تغربلوا الكاكاو باش ما يتكورش. انا درتو هاد الطريقه راه ما تيتكورش الا غربلتوه. غادي نخلط هنايا الكاكاو، عاد غادي نضيف الدقيق. من الدقيق غادي نضيف 4 المعالق كبار يكونوا عامرين مزيان. في المجموع 6 ديال المعالق، يعني 4 ديال الدقيق وجوج ديال الكاكاو. لكن نتو غديروا لي جينواز بيضه كديروا 6 المعالق ديال الدقيق. حتى الدقيق حتى هو كتغربلوه باش ما يتكورش. وكيف ما قلت لكم هاد الجينواز راه ما فيهاش الخميره. الا طربنا الابيض البيض على شكل مورانغو هذيك الطريقه كتجي لي جينواز خفيفه، كتجي الصراحه زوينه واخا بدون خميره. هنا من بعد ما خلطت المقادير غادي نجيب الابيض ديال البيض. هنا باش ما ينزلش ليكم كتضيفوا غير شويه بشويه وكتخلطوا في نفس الاتجاه. كيف ما شفتوا تبقاو تخلطوا بهذه الطريقه. ولا كتاخذوا شي سطاتشيله وكتبقاو من الفوق لتحت. انا كانت هرسات ليا داكشي علاش خدمت غير بالطراب، ولكن كتمشيو في نفس الاتجاه باش ما يتكسرش لكم ابيض البيض. هنا من بعد ما دخلت داك ابيض البيض كله في الخليط، دا هو القوام كتحصلوا عليه. غادي نجيب هنايا لاطه كتكونوا مفرشين فيها الكاعب اللي ما كيلصقش، ضروري ما تفرشوه باش يسهل عليكم باش تهزوها وتخدموها. هنا غادي ندخلها الفران، كتكونوا مشعلينه من قبل كيكون سخون، ولكن كتنقصوا العافيه كتقتلوها وكتدخلوها الفوق 10 دقائق. بعد ما دخلت لي جينواز الفرن غنمشي نوجد
الكريمه. هنايا استعملت انا كريم كلاص بالشوكولاط، ضفت ساشيه وغادي نضيف ليها كاس ونص ديال الحليب. هنا راه تضيفوا غير كاس، يعني كتجيكم هي هذيك. انا كنت باغا الكريمه تبقى ليا شويه، ضفت كاس ونص. هنايا كتبداو تطربوا، ولكن الحليب خاصو يكون بارد، تكون دايرينه في المجمد هو والساشيه ديال الكريمه. صافي هنا الكريمه وجدات. تبقى تشوفوا معايا ملي كتهزوه ديك الخيط ما كيتقطعش، وحتى الزلافه ملي كتقلبوها راه ما كتقلبش لكم كريمه. صافي هنا راه واجده. هنا اللي جينواز طافت خرجتها من الفرن، كتاخذش بزاف ديال الوقت. طيبتها في فران ديال الغاز كيكون سخون، كتنوقصوا العافيه 10 دقائق تقريبا صافي كطيب. هنا غندير ناخذوا كاعيط واحد اخر كترشوه بسكر كلاصي مزيان، عاد كتقلبوا فيه لي جينواز وهي مازال سخونه. هنا راه ما تصورش ليا المقطع. فاش درت سكر كلاصي في الكاعيط قلبت لي جينواز ورشيتها من الفوق مزيان بسكر كلاصي، كتعمروها مزيان عاد كتلويوها بهذا الشكل هذا، باش ملي تجيو تنيوها ما تهرش ليكم. فاش بغيتو ديروا فيها الكريمه ما تهرش وهي مازال سخونه. هنا غتغطيوها مزيان بمنديل باش ما تضربهاش البرد، لا قاسها البرد راه كتيبس وتهرس ليكم ملي تجيو تلويوها. هنا بزاف ديال المقاطع ملي جيت نمونطي ما لقيتهمش. كيف ما شفتوا غطيتها بمنديل وخليتها شويه، من بعد حليتها صافي ما سقيتها ما حتى شي حاجه. دهنت بها الكريمه من الوسط، ما كتضيفوش بزاف باش ما تخرجش لكم الجنه ملي تجيو تنيوها. كتضيفوا شويه ديال الكريمه وكتنيوها، راه كتنا بسهوله، كتكون رطبه ما كتهرس ما حتى شي حاجه. وكيف ما شفتوا في الفيديو كتزينوها يعني داكشي اللي عندكم في المطبخ تخدموا به. هنا خديت فرشيطه كيف ما شفتوا وزينتها بهذا الشكل هذا على شكل جذع ديال الشجره. هنايا من بعد دخلتها المجمد حتى شدات في راسها حتى جمدات. عاد قطعوها. هنايا غادي نحيد لها دوك الجوانب كيف ما شفتوا على شكل مائل باش يعطيني داك الشكل ديال الجذع. ولو انا راه ما قطعتش فيها بزاف شويه، ما جاتش يعني مائله بزاف. هنا كيف ما شفتوا معايا كتجي الصراحه زوينه. لكن نقرب لكم الكاميرا تشوفوا. وهذا هو الشكل النهائي. زينتها بهذا الشكل هذا بالشكلاط من الفوق. تزيين بسيط، الزينه كيبقى اختياري. بامكان ما ديروش هذا الشكل اللي درت على شكل الخطوط، على شكل الجذع. كتشدوها كديروا لها كلاصاج من الفوق، تخويو عليها وتزينوها بخطوط من الشوكولا بحبيبات من الشوكولا. التزيين كيبقى اختياري. صراحه جات زوينه. انا راه قطعت تشوفوا كيف جات من الداخل. انا بزاف ديال المقاطع فاش جيت نمونطي ما لقيتهمش، استسمح. جات صراحه زوينه، جات اسفنجيه ومذاق ديالها جا غزال صراحه. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم. انا راه وجدتها لولادي، كانت عندي واحد المناسبه. انا ما درتهاش لراسي انا وما كنحتفلش براسي انا، لانه والعياذ بالله راه الشرك اللي يحتفل براس السنه راه كيشرك بالله سبحانه وتعالى، لانه ما كيحتفلوا تيقولك بان راه عيسى ابن الله، والعياذ بالله. هنا عندنا مسلمين كيحتفلوا بالعيد الاضحى والعيد الفطر فقط. آه يا ربي يتجاوز عنا ويسمح لنا يا رب. انا ما عمرني مشاركه معكم، اول مره غنشاركها معكم. كنت وجدتها وقلت علاش لا ما نشاركهاش مع الاخوات. كنتمنى الفيديو يعجبكم. الا كانت اول زياره لكم القناه ما تنساوش تشتركوا عندي في القناه فضلا منكم وليس امرا. واللي عجبكم المحتوى ديالها من طبيعه الحال واحد اللايك غير للتشجيع فقط. انا قربت لكم تشوفوا الصراحه راه كتجي زوينه. شكرا على المشاهده والى اللقاء ان شاء الله فيديو اخر. مع السلامه.